الطفل يحيى طلب من أبوه إنه يخرج يلعب قصاد البيت، وبعد تنبيهات من أبوه إنه ما يبعدش عن البيت، خرج يحيى وهو كل أمله إنه يقضي وقت ممتع في اللعب زي ما اتعود كل يوم. في بلده منطقة الرأس اللي موجودة في عمان عاصمة الأردن، كان في أمان نسبي يسمح لطفل زيه إنه يلعب براحته قصاد البيت، طالما هيخلي باله كويس وما يبعدش بعيد عن محيط البيت. وقتها كان في عيون بترق، عيون مترددة زائغة لكلب كان مرضه طغى على طبيعته الهادية عشان يتحول لوحش بيهاجم بدون أي مبرر. الكلب نفسه مش فاهم هو بيعمل كده ليه، لكنه قرر فجأة إنه يستخدم غريزته الحيوانية. في خلال لحظات كان هجم على الطفل يحيى وعضه بوحشية. الأب المكلوم خرج على صوت صريخ ابنه وشاله وجري بيه على أقرب مستشفى، اللي هناك قدموا له العناية الطبية المتوفرة، طمنوه إن الولد بخير وإنه يقدر يرجع بيه للبيت. بعدها فترة قصيرة الولد ابتدى يتعب. الأب أخده فورا للمستشفى. الأطباء ظهر عليهم القلق. يحيى دخل في غيبوبة، والغيبوبة دي استمرت لمدة 25 يوم. بعدها الطفل يحيى فارق الحياة. أنا أرميا إبراهيم، ودي أبواب الموت. حوالي 55,000 شخص سنوياً بيفقدوا حياتهم بسبب مرض السعار أو داء الكلب. في الهند مثلاً في شكل من أشكال الوهم الجماعي بيدعى متلازمة حمل الجرو. ضحايا المرض الخطير ده بيبقى عندهم اقتناع إن في جراء صغيرة بتنمو جواهم، وبدل ما يتجهوا للمستشفى لطلب العلاج بيروحوا لما يسموا المعالجين بالإيمان علشان يتخلصوا من الكلاب اللي بتنمو بداخل أحشائهم حسب ادعائهم. وللأسف القرار ده بيكون قاتل. عشان كده الهند بتحتل المركز الأول في الإصابة بالمرض، بحصيلة ضحايا سنوية بتوصل ل20,000 متوفي. مصطلح ريبس هو مشتق من الكلمة اللاتينية اللي معناها الجنون، وبرضه مصطلح ليزا معناه عنف، اللي بعد كده أطلق على الفيروس المسبب لمرض السعار، ليزا فيروس. مش ممكن نتكلم عن مرض السعار، الريبز أو داء الكلب، من غير ما نحكي قصة الطفل لويس مايستر. الشمس طالعة ولويس الطفل كان في طريقه للقرية المجاورة. لويس البالغ من العمر 9 سنين فجأة قلبه وقع في رجليه لما شاف قدامه الكلب وهو واقف بيزوم وبيستعد إنه يهجم عليه. ساعتها لويس عمل اللي أي طفل في سنه بيعمله في الوقت ده، وهو إنه جري بكل ما أوتي من قوة. ولكن طفل عنده 9 سنين مستحيل إنه يسبق كلب ضال كل اللي امتلكه من مهارة هو مهارة مطاردة الفريسة. الكلب المسعور اقتنص لويس وعضه أكتر من 14 عضة في جميع أنحاء جسمه. الشرطة اللي وصلت لمكان الحادثة أكدت إن الكلب يحمل داء السعار، وإن الطفل لويس كان في عداد الموتى. لكن الأم كان عندها رأي تاني، وهي إنها هتحاول لآخر نفس في عمرها إنها تنقذ ابنها. شالت ابنها على كتفها وسافرت فوراً لباريس. هي كانت سمعت إن في باحث فرنسي أجرى تجارب على المرض وقررت إنها تلجأ له، والباحث ده كان اسمه لويس باستير. لويس شايف قدامه الطفل،
ومن خبرته عن المرض الفتاك فإن الطفل فرصته في النجاة شبه معدومة. بالرغم من كده قرر إنه يساعده، وعلى مدار 10 أيام تلقى الطفل 13 حقنة عند منطقة البطن. الباحث اللي كان بيستخرج الفيروس من الحيوانات زي الأرانب مثلا كان شايف إنه بحقن الفيروس ده الإنسان بكده بيساعد الجسم إنه يكون أجسام مضادة ضد المرض، وبكده يكون قدم لقاح مناسب للطفل. كل يوم كان الفيروس اللي بيتحقن بيه الطفل لويس أشد من المرة اللي قبلها. وعند الحقنة الأخيرة لويس باستير التوتر كان اتمكن منه. الحقنة دي كانت أقوى حقنة الطفل هياخدها، عشان كده كلف طبيب اسمه غرانشيه بالمهمة دي، وسافر باستير لمسقط رأسه خوفا من فشل العلاج وموت الطفل. ولكن تيجي المفاجأة إن الطفل لويس يعيش، ويكون ده أول لقاح في العالم بينجح ضد داء الكلب. داء الكلب هو مرض فيروسي بيصيب الجهاز العصبي المركزي والمخ بالتهاب شديد. شدة المرض وسرعة ظهوره بتتوقف على مكان العضة وقربها من الحبل الشوكي أو المخ. أعراض المرض ممكن تظهر في خلال شهر أو أكتر، لكن طالما ظهرت الأعراض بتكون النتيجة هي الموت. أعراض المرض بتتمثل في 3 مراحل. أول مرحلة بتكون حمى وصداع شديد وأعراض مقاربة لأعراض الإنفلونزا، لكن بعدها المصاب بيدخل في المرحلة الثانية وهي مرحلة الجنون. الأعراض دي بتبقى عبارة عن شلل جزئي، قلق، المصاب مش بينام تقريبا، هياج شديد وسلوك شاذ، ارتياب ورعب وهلوسة، بالإضافة لأكتر عرض مميز للمرض وهو رهاب الماء أو الهيدروفوبيا. الخوف من المية بيكون سبب صعوبة البلع وتشنجات شديدة عند محاولة الشرب، وده بيخلي المريض مرعوب إنه يقرب من المية، وهو ده اللي بيسمى الهيدروفوبيا. بعدها بيدخل المريض في المرحلة الثالثة وهي الغيبوبة، لأن ساعتها بيكون المرض اتمكن من المخ اللي في النهاية بيؤدي للوفاة. مش عشان المرض اسمه داء الكلب ده يخلينا نقول إن الكلاب بس هي المتهم الوحيد في نقل المرض. حيوانات تانية ممكن تنقل الإصابة زي القطط، الأبقار، الماعز، الخيول، الأرانب والخفافيش. الحيوانات دي بتمر تقريباً بنفس مراحل المرض، وفي الأثناء دي اللعاب بتاعهم بيكون محمل بفيروس، عشان كده أي عضة منهم بتنقل المرض بشكل مؤكد. الكلب هو الصديق الوفي للإنسان، ومحدش يتخيل إن كائن لطيف بالشكل ده يكون من ضمن أسباب نقل مرض بالبشاعة دي. ولكن في النهاية لازم نقول إن هو ما إلا حلقة وصل مغلوبة على أمرها. من الضروري جدا تطعيم الكلاب المنزلية ضد المرض بصفة دورية، والتحكم المستمر في الكلاب الضالة في الشوارع للحد من المرض المميت. ولو حصل لا قدر الله وتمت الإصابة لازم غسيل مكان العضة كويس بالماء والصابون، وأيضاً بالمطهرات. بعدها التوجه الفوري لتلقي اللقاح، لأن زي ما قلنا لو أهملنا والأعراض ابتدت تظهر بيكون الأوان فات. وفي النهاية ربنا يعافينا ويعافيكم ويحمينا كلنا من أبواب الموت.